إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك ولا مثيل ولا ند ولا ند ولا ولد ولا والد ولا والدة له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الموحدون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله، سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن رحلة إلى الدار الآخرة. نعم، هذه الرحلة التي لا يفلت منها إنسان، ولا يستطيع إنسان أن يهرب من هذه الرحلة. أتعرفون لماذا؟ لأن هذه الرحلة إجبارية، لا لدولة أوروبية ولا لدولة عربية، إنما هذه الرحلة أحباب رسول الله إلى الله خالق البرية سبحانه وتعالى. نعم، فلا محالة أيها الحبيب سننام على فراش المرض، ومن بعده لا محالة سننام على فراش الموت. فما من إنسان إلا وسينام على فراش الموت، كبيرا كان أو صغيرا، عزيزا كان أو ذليلا. انظر إلى هذا المسكين وقد نام على فراش الموت. أين المال؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين العزة والخضع والحشر؟ أين كل هذا؟ انظر إليه وقد تغلقت الشفتان وتفتحت الحجرتان إلى أعالي الأكفان، يوم أن تلف الساق بالساق ويحمل جميعا على الأعناق، ويقول القائل إلى أين يا هذا، والإجابة إلى ربك يومئذ المساق. نعم، كلنا سائرون إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا راحلون إلى الله تبارك وتعالى.
ربك عامل على الأعمال حملوه وفي التراب وضعوه ونوبه مع يتنازعوه ولم يبق لك إلا عملك وأنا الحي الذي لا أموت. نعم سيرجع عنك جميع أهلك وسيرجع عنك ولدك ومالك ولا يبقى لك أيها العبد إلا عملك ولا يبقى لك إلا عملك وأنا الحي الذي لا أموت. لذلك دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فوجدوه ينام على الحصير وقد أثر الحصير في ظهره وجنبه فقال رجل من أصحاب رسول الله يا رسول الله ألا تنعم يا رسول الله؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كيف أنعم وقد التقى صاحب القوم القول حنى جبهته وأصغى أذنه. لماذا؟ ينتظر الأمر من الله لينفخ في الصور. نفخ الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولاستمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تدعون إلى الله بالدعاء. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وإن صاحب الأرض أن يسرى فيه هذا الملك المركب من نفخ الصور ما أقرب طرفة عين واحدة منذ أن خلقه الله فهو شاخص ببصره إلى العرش ينتظر الأمر من الله لينفخ في الصور. قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. قال ابن حجر رحمه الله والنفخ نفختان نفخة صعق ونفخة بعث أي نفخة موت ونفخة إحياء ولقاء لله تبارك وتعالى. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله فقال النفخ ثلاث: نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الناس في فزع، الناس تخوف ماذا حدث وماذا جرى فيسمعون أن الله تبارك وتعالى قد أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور يومها لا ينفع غدا ولا تنفع توبة ولا ينفع رجوع إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن القيامة قد قامت، لأن القيامة قد قامت. بل اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تقوم الساعة على ظهر الأرض من يقول الله الله. لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أين الديار؟ هديت. أين البحار؟ سجرت. أين الإشهار؟ عطلت. أين الوحوش؟ حشرت. فيصرخ الإنسان بأعلى صوته بعدما حدث هذا الفزع وانقلب في الأرض رأسا على عقل على خلاف بين أهل العلم فيجد أنه لا معالم له فيصرخ بأعلى صوته قائلا أين بيتي؟ أين داري؟ أين عقلي؟ أين مصنعي؟ فيسمع قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
لمن؟ وبرزوا لله الواحد القهار. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ لا تخفى منهم خافية. نعم هي عرش أن يحمل الله تبارك وتعالى، بل وسيحمل العرش للملائكة الرحمن عدد من الملائكة مدينة في الأرض فيقول القائل أين الجبال فيسمع صوت الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرونها راعا صفصفا لا يرى فيها عوجا ولا أمتا. مفيش جبال خلاص، مفيش مصالح، مفيش حقوق. وعلى رأي القائل بأن النفخة نفختان، نفخة الصعق أولا قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول القائل من الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من السعر؟ من الذين استثناهم الله في هذه الآية؟ قال جمع من أهل العلم هم الملائكة، وقال جمع من العلماء هم الحور العين، وقال جمع من العلماء هم الغلمان الذين ماتوا في الدنيا فأحيا الله تبارك وتعالى أرواحهم ليكونوا في الجنة. وبعض أهل العلم على أن الذي استثناه الله تبارك وتعالى من الصعق هو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال النبي لا تفضلوني على موسى فأنا أول من تنشق عنه الأرض. يقول النبي وهو سيد ولد آدم ولا فخر ليجد أن الأرض قد انشقت عليه فهو أول من تنشق عنه الأرض. قال فأجد ماذا؟ فأجد نبي الله موسى عليه السلام يمسك بقائمة من قوائم العرش فلست أدري هذا كلام من؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلست أدري أهو من انشقت عنه الأرض قبلي أم هو ممن استثناه الله تبارك وتعالى بقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لأن نبي الله موسى سأل ربه في الدنيا قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني. فلما ألح نبي الله موسى عليه السلام قال له الله تبارك وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولو عقل أي إنسان هذه الآية يا أيها الناس